معاكم أميرة وزيد، يلا بنسمي الله ونصلي على رسول الله. وهنعمل مع بعض النهاردة أحلى تفريزات ورق العنب بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان هيفضل معاكي طول السنة، وممكن كمان سنتين يكون عندك في الفريزر وهيفضل زي ما هو، لا هيتقطع ولا هيدوب ولا فيه أي مشكلة خالص. بجيب الورق كده زي ما هو، ما بغسلوش لان كنت عملت اكتر من طريقة قبل كده، لان طبعا شغلي بحتاج كمية كبيرة ان انا افرزها. فلما كنت بغسله بلاقي برضو في مشكلة، فلازم يكون ناشف زي ما انتم شايفين كده. وانا هنا سبته بالعيدان بتاعه علشان ممكن ان انا احتاجها، احطها في ارضية حلة المحشي وانا بحشي، او علشان باخد كده زي ما هي وباخدها وبغسلها كويس تحت مية جارية، او في يعني اجيب بولة كبيرة تكون مليانة مية وبغسل. باخد كده اللي هو زي ما انتم شايفين كده الحزمة مع بعضها بتاعت الورق كده، باخدها وبغسلها كويس وبعد كده بسلقها. تمام. فعلشان تكون الرصة بتاعتي مظبوطة، فانا هنا مش هقطع العيدان بتاعته، فانا زي ما قلت لك كده انا سايبه العيدان دي علشان اقدر ان انا امسكه بيه كده واغسل الورق كويس في بولة مليانة مية. طبعا بنغسلها اكتر من مرة لحد ما المية بتاعته بتنضف، وبعدين بسلقه. عندي هنا طريقتين للتغليف، ممكن ان انا احطه في اكياس تلاجة زي ما انتم شايفين كده، وبلفها وبتخلص من الهواء الموجود في الكيس، وبعد كده بلزقها باللزق السلوتيب العادي. ده طريقة لو مش عندك بلاستيك راب، او لو في بلاستيك راب بقى بلفه كويس جدا وزي ما انتم شايفين كده ببرمه كويس، وبحاول ان انا اخلي كل الهواء اللي موجود بخرجه، علشان الهواء ده لو دخل الفريزر بيجمع تلج وبعدين بيتكسر معايا. فانا هنا بحاول ان انا اضغط عليه كويس جدا علشان كمان ما ياخدش مكان معايا في التخزين، وكمان زي ما قلت لك ان هو ما يعملش تلج ويتكسر معايا. الطريقة دي بجد حلوة جدًا، جدًا. أنا جرّبت كل الطرق، بُصّوا كلّها بصراحة فشلت، لإنها بتخلّي الورق يدوب معايا، ما باعرفش ألفّه. كمان التخليل عملته وطلع مش كويس. ده الطريقة الوحيدة اللي نفعت تقدري تحتفظي بكميات كبيرة، وكمان تقعد معاكِ مدة أطول. يعني ممكن تقعد معاكِ أكتر من سَنة لو أنتِ عندِك الكمية، فما تقلقيش خالص لو اتبقى معاكِ أكتر من سَنة. بجد الطريقة دي حلوة جدًا، جدًا. بتاخديه بتغسليه كويس جدًا زي ما أنتم شايفين، وبعدين بنغليه ونستخدمه على طول للحشو. كده أنا خلّصت الكمية اللي كانت موجودة معايا. جرّبي الطريقة، ما تنسيش تحطّي لايك وكومنت حلو كده منكم وتقولوا لي أنتم بتتابعوني منين. كانت معاكم أميرة أبو زيد، أشوفكم في وصفة جديدة وفكرة جديدة، وكل سنة وأنتم طيبين. باي باي.